اللي قدامكم دول من بشاعة الجريمة اللي عملوها في المهندسة نانيس وأطفالها اتحكم عليهم بالإعدام، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك بنفسه وافق على إذاعة تنفيذ الحكم مباشر على التلفزيون المصري، ومصر كلها اتفرجت عليه باهتمام كبير. يا ترى ايه اللي وصلهم للمرحلة دي من الجحود، وتفاصيل جريمتهم المرعبة كانت ايه؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة. أهلا بيكم، معاكم سامي في سجل إجرامي، ويلا بينا نعرف الحكاية. سنة 1997 محدش كان يتخيل أبدا الجريمة البشعة اللي حصلت وقتها في مدينة نصر، جوه بيت مصري هادي كان عايش فيه المهندس هاني وزوجته المهندسة نانيس أحمد فؤاد مع أطفالهم هديل وأنس، وكانت حياتهم طبيعية جدا زي أي بيت، وعلاقتهم ببعض كويسة، يعني تقريبا مفيش مشاكل. وفي يوم قرر الزوجين انهم يجددوا الشقة، شوية اعمال صيانة خفيفة ودهانات ونقاشة، وبدأ الزوج يسأل ويدور على حد يكون مناسب، وهنا البواب رشح له حد يعرفه اسمه محمد خورشيد. وقتها المهندس هاني وافق وكلمه، فجه محمد ومعاه قرايبه سيد زكريا علوان ومحمد زكريا علوان، واشتغلوا هما التلاتة في الشقة كعادتهم في أي شغل بيروحوه. وبعد حوالي أسبوعين خلص التلاتة الشقة، وسابوا بس حاجة صغيرة في حيطة من الحيطان، واختفوا حوالي أسبوع. وبعدها كلموا أستاذ هاني وجم للشقة تاني خلصوا الجزء اللي كان متبقي، وحسبهم المهندس هاني، وبعدها مشيوا على طول. علشان بعد كام يوم يتفاجئ أستاذ هاني بمكالمة من حماه الأستاذ أحمد فؤاد، وكان قلقان فيها، وبيقول له إن المهندسة نانيس بنته بيكلمها ومش بترد عليه، وما اتصلتش بيه كعادتها زي كل يوم. أستاذ هاني قلق جدا وحاول يكلمها لكنها ما ردتش، فاتفق مع حماه يتقابلوا ويروحوا الشقة يشوفوا فيه ايه. وفعلا وصل الاتنين، وخبط الأستاذ أحمد على الشقة بقوة لدرجة إن الجيران كلهم اتجمعوا، ولما سألوهم وعرفوا اللي حصل قرروا يكسروا الباب علشان يعرفوا الأسرة جوه ولا لأ، وفعلا كسروه وشافوا قدامهم مشهد عمرهم ما كانوا يتخيلوه أبدا. شافوا الدم مغرق الشقة كلها، والطفلة هديل مطعونة ووقع على جنب. أستاذ هاني جري بخوف ورعب شديد جوه الشقة، فلقى زوجته المهندسة نانيس واقعة جوه المطبخ، وكانت للأسف مطعونة وميتة، وابنهم أنس ما كانش ليه أثر، فدوروا عليه لحد ما لقوه جوه دولاب من الدواليب، ولكن كان ملفوف على رقبته إشارب وباين عليه آثار الخنق الشديد. الجريمة كانت مرعبة وخطيرة لدرجة إن القضية بقت رأي عام، والإعلام المصري كله اتكلم عنها، والرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك تابعها بنفسه. وطبعا الأجهزة الأمنية كانت شغالة طول الوقت علشان تقدر تعرف مين اللي عمل الجريمة وعملها ليه. وكطبيعة شغلهم الطبيعي شكوا الأول في الزوج، لكن شكوكهم انتهت بسرعة لأنهم لما سألوا الجيران عرفوا إن علاقة الأستاذ هاني بزوجته كويسة جدا، وعمر أبدا ما حصل بينهم مشاكل. وبمراجعة الشغل عرفوا إن كان موجود وقت وقوع الجريمة وما راحش في أي حتة نهائي. وفورا الشكوك انتقلت تدريجيا من الزوج للجيران، وحققت الأجهزة معاهم بتدقيق شديد في كل كلمة ومعلومة أو حتى حرف اتقال، لكنهم عرفوا إن الجيران كلهم مرتاحين ماديا، وبعضهم شغالين في مناصب مهمة في المجتمع، يعني مفيش شخص واحد ممكن يكون محل شك. ولكن عارفين المشكلة اللي عقدت حل القضية كانت فين؟ المشكلة إن رجال المعمل الجنائي بعد ما عينوا الشقة كلها عرفوا إن اللي عمل الجريمة حد كانت تعرفه المهندسة نانيس، وده ببساطة لأنهم ما لقوش أي آثار كسر للباب أو فتح شباك في الشقة للدخول منه. يعني المجرمين اللي عملوا الجريمة دخلوا بطريقة شرعية تماما. واللي زود تعقيد القضية أكتر وأكتر وكان مفاجأة إن رجال المعمل الجنائي لقوا المهندسة نانيس عاملة شاي في المطبخ ل3، وحطوا وقت تقريبي إن الشاي اتعمل في نفس وقت وقوع الجريمة، يعني اللي نفذوا ناس معروفين للعيلة وكان هدفهم السرقة، لأن كل الفلوس والذهب اختفوا بعد الجريمة. وبناء على المعلومات دي اتوسعت دوائر البحث والتحقيق،
ووصلت للشارع كله والعماير والمحلات، خاصة وإن المهندسة نانيس ظروفها المادية هي وزوجها كانت كويسة جدا، ومعروف عنها إنها بتحب تلبس ذهب طول الوقت. وبمراجعة الشقة بعد الجريمة، الجهات الأمنية عرفت إن في بعض الأجهزة الكهربائية الغالية جدا اتسرقت هي كمان. وخليكم فاكرين النقطة دي كويس قوي، لأنها هتكون الخيط اللي هيكشف القتلة. وفي يوم الأجهزة الأمنية كانت بتحقق مع المهندس هاني، وبيحاولوا يوصلوا لشخص ممكن يكون متهم في الجريمة. سألوه عن أي ناس غريبة ممكن يكون شافها أو اتعامل معاها، عن أي حد ممكن يكون عايز يأذيه، عن حد مثلا هدده وهو مش فاكر. فقال لهم إنه في يوم جاب 3 نقاشين اشتغلوا في الشقة لمدة أسبوعين، وبعد كده اختفوا فترة ورجعوا تاني يكملوا شغلهم، وبعدها حاسبهم ومشيوا على طول، وما حصلش بينه وبينهم أي تواصل تاني من بعدها. فالأجهزة خدت منه مواصفاتهم وبدأوا يدوروا عليهم في كل مكان ويسألوا عن أي شخص شافهم، لكنهم ما قدروش يوصلوا لمعلومات كتيرة عنهم، لأنهم ببساطة العمال دول ما كانوش من القاهرة وما لهمش محل إقامة موحد، وزمان كمان ما كانش فيه أرقام موبايلات زي دلوقتي، وده صعب عليهم العملية. وفجأة وسط التحقيقات في زميلات للمهندسة نانيس قالوا للجهات إن في شخص غني من فترة شاف نانيس وأعجب بيها وحاول يكلمها أكتر من مرة، لكنها رفضت واتعاملت معاه بحزم لأنها متجوزة وكانت بتحب زوجها. وقالوا إن ممكن يكون الشخص ده عمل الجريمة بدافع الانتقام، وبعدها سرق الذهب علشان يبان للأجهزة اللي بتحقق إن هدف السرقة كان مجرد حادثة سرقة فيبعد عنه الشكوك. وفعلا اتعملت تحريات دقيقة عن الشخص ده، وعرفوا إنه شغال بره مصر، والحظ السيء كان موجود في أجازة وقت الجريمة في مصر. وفورا الجهات طلبت حضوره علشان يحققوا معاه، لأنه بقى مصدر واضح للشك. واللي زود قلقهم أكتر إنهم عرفوا إنه كان حاجز طيارة وهيسافر تاني يوم بره، لكنهم منعوا سفره وحققوا معاه، وعرفوا في النهاية إنه ملوش علاقة بالجريمة بعد ما قال لهم عن الأماكن اللي زارها وقت وقوع الجريمة، وقدر يثبت براءته فأفرجوا عنه فورا. وخلال التحقيقات الشرطة وزعت نشرة لتجار الذهب والأجهزة الكهربائية بتفاصيل الحاجات المسروقة كلها، علشان لو حد جه يبيع حاجة منهم يعرفوه فورا. وبعد أيام من العمل المرهق جدا، فجأة جه بلاغ للشرطة من تاجر أجهزة كهربائية قال لهم إن في 2 جايين يبيعوا أجهزة غالية، واضح إن هم ما يعرفوش تمنها الحقيقي ولا بتستخدم إزاي، لدرجة إن هم طلبوا تمن قليل جدا عليه. فالشرطة طلبت من التاجر يعطل الشابين دول، وفورا راحت للمكان وقبضت عليهم، وكانوا محمد وسيد زكريا علوان اللي هما الاتنين النقاشين اللي اشتغلوا في شقة المهندس وزوجته. والشرطة لقت معاهم الذهب المسروق ونفس الأجهزة الكهربائية المتبلغ عنها، وبمواجهتهم اعترفوا بالجريمة ومحدش فيهم أنكر. وعرفت الجهات إن في حد قال لبوابة عمارة المهندس هاني على محمد خورشيد، وإنه صنايعي نقاش شاطر وبيخلص الشغل بسرعة، وده خلى المهندس كلمه وجابه يعاين الشقة. وقال خورشيد في التحقيقات انه لما دخل الشقة لاحظ الغنى باين على اصحابها بشكل رهيب، وشاف المهندسة نانيس لابسة كمية كبيرة من الذهب. وبعد ما اتفق مع استاذ هاني على الخامات والاسعار وكل حاجة، المهندسة نانيس جابت شنطة كبيرة مليانة فلوس وطلعت منها المبلغ اللي خورشيد طلبه علشان يشتري بيه الخامات المطلوبة للشغل واديتهوله. وده خلاه وقتها هيتجنن من اللي شايفه، خاصة وإن ظروفه المادية كانت سيئة، والذهب والفلوس دول لو خدهم هيخلوه ما يشتغلش لفترة كبيرة، أو ممكن يجيب ميكروباص ويشغله زي ما كان بيتمنى دايما في بداية حياته. والفكر الشيطاني ده خلاه يقرر إنه لازم ياخد كل حاجة ومفيش حد هيوقفه حتى لو هيقتل أو يعمل أفظع الجرائم. وعلشان الخطة تكمل قرر يضم معاه ولاد خالته سيد ومحمد علوان، وحكى لهم طبعا قبل الجريمة على كل حاجة. ولما سمعوا ده عينهم لمعت وحسوا ان خلاص بمجرد ما يسرقوا الشقة حياتهم هتتحول لنعيم أبدي. وفعلا يوم الجريمة جه المجرمين واستناهم سيد تحت البيت علشان يراقب ويتأكد ان مفيش حد من عيلتهم جاي. ومحمد وخورشيد طلعوا خبطوا، والمهندسة نانيس فتحت لهم علشان كانوا جايين بحجة يكملوا بقية الشقة. ووقتها طلبوا منها حاجتين: قماشة علشان هيستخدموها للحيطة، وتعمل لهم شاي بحيث يركزوا في الشغل كويس.
والمهندسة نانيس جابت لهم القماشة ودخلت المطبخ تعمل لهم الشاي، وفورا دخل وراها خورشيد وحط القماشة في بقها وكتم نفسها. فهي بكل ثبات طلبت منه ياخد الفلوس والذهب ومحدش منهم يقرب من ولادها، ووعدته إنها مش هتبلغ ولا هتعرف حد، لكنه استهزأ بيها وكتم نفسها. ووراه دخل محمد علوان وطعنها بالسكينة كذا مرة لحد ما ماتت. وعلشان ما كانش في وقت كلموا سيد فطلع بسرعة ودخلوا للصالة، فلقوا قدامهم الطفل هديل، فسحبوها فورا من فوق العجلة بتاعتها وخنقوها وكتموا صوتها، وواحد منهم طعنها كذا طعنة لحد ما ماتت. وقتها الطفل أنس كان سامع من جوه أوضته اللي بيحصل ومرعوب جدا، فدخل جوه الدولاب وقعد يعيط. فالتلاتة اترعبوا للجيران تسمع وتبلغ عنهم، فدخلوا بسرعة وفتحوا الدولاب. ورغم ان انس كان عنده 2 سنين الا انهم بكل جبروت طلعوه من الدولاب، وخورشيد خده في حضنه علشان يطمنه، وجاب اشارب ولفه حوالين رقبته وخنقه، وبعدها رجعه تاني وقفل عليه جوه الدولاب. بعد القبض على المجرمين الإعلام اتقلب بالكامل، وحصل معاهم لقاءات كتيرة، وتمت محاكمتهم خلال 3 شهور بالظبط. وبعدها صدر قرار رئاسي بإذاعة حكم الإعدام مباشر على التلفزيون المصري، وتنفذ الحكم في 14 إبريل سنة 1998 قدام الكل، علشان المجرمين يكونوا عبرة لأي حد يفكر يعمل جريمة شنيعة كده. في نهاية الحلقة شاركونا برأيكم، هل الطمع ممكن يخلي الإنسان بالوحشية دي؟ وشكرا جدا ليكم.